لا تكن معركة من معارك الحياة ضد الناس، لأن البشر عندهم في رحلة حياتهم معارك كتيرة قوي. اللي عنده مرض، واللي عنده ضيق في الرزق، واللي عنده عياله مطلعين عينيه، واللي عنده مشاكل مع مراته ولا مع جوزها، واللي أهله مش عارف بيعاملوه ازاي. فأنت لما حد يخش حياتك ما تبقاش عبء عليه، خليك ونس، سند، دعم، لأن ده دورنا في الحياة مع بعض. احنا دورنا في الحياة ان احنا نسند بعض. النبي اللي قال كده، قال المسلم للمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، مش كالمعول الفاس اللي بيكسر في خلق الله. وأقربنا إلى الله وإلى رسول الله عليه الصلاة والسلام هو أكثرنا سندا وونسا وحبا للناس، اللي النبي قال عليها في الحديث: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الذين يألفون ويؤلفون. يبقى في ألفة ونس، مش خوف وقلق. الصحابة شافوا النبي كده، شافوا النبي بيدي كل واحد قيمته، فأي حد يتعامل مع النبي يحس وهو ماشي إنه كبير. مش النبي اللي كبير، النبي كبير الكبرى. أنا أحس وأنا بتعامل إن أنا كبير. أصل الغلط ما بيعيش، لا الكذب بيعيش ولا الغش بيعيش ولا أي حاجة ربنا ما بيحبهاش بتعيش. ممكن يكسب بنط، يكسب موقف، لكن ما بيعيش. واللي بيداري مثلا خيانة معينة ولا كذب معين بيتكشف وبيعيش هربان طول عمره، هربان انه يتكشف. يعني بيعيش بينبسط في حاجات فيها خيانة للقيم في وقت معين، ويعيش بقية حياته في المعاملة مع الناس عمال بيداري على ده، فتحس انه دايما هربان في حاجة مش صح. الباطل زهوق.